وحش في الشوط الاول، وحش جدا. البدايه والخطه كانت وحشه. ده راجع ان ممكن يكون حسام غالي اثر في نص الملعب، فمسكوا هم نص الملعب فخلاص خدوا الماتش الشوط الاول. بصراحة الزمالك يستاهل، والأهلي ما عداش أي حاجة، وخصوصا غلطتين بتوع باسم، غلطة باسم وغلطة حسين حمدي. وحمدي مبروك راح نزل حمدي اللي ما لعبش معانا ولا ماتش، وسايب الشيخ بره وصالح جمعة. اللي فتحي مبروك هو مشدود اكتر من اللعيبه، اتكلم كتير اصلا الفتره اللي فاتت على الماتش اكتر ما اللعيبه اتكلمت، منع اللعيبه من التصريح عشان هو يتكلم. الاهلي الدفاع مهزوز ورا، خط الوسط تعبان، فمن حق الزمالك يجيب جونين بس. الاهلي وحش والزمالك هو اللي ماسك الماتش بصراحه. تشكيل وحش. الزمالك كان احسن بكتير، ويعني توفيق ربنا في الاول وفي الاخر، ويعني بس مرسي الحمد لله جات له كورتين في الماتش وخلصهم، ولسه الشوط الثاني يعني كهربا يحط جون باذن الله، واحمد ايمن حفني ياخد الماتش 4-0، ونغني الثالثه يمين هنا ان شاء الله عشان الجمهور ده كله اهلاوي وربنا يستر. والله ان شاء الله انا يعني حاسس كده ان الاهلي هيكسب 3-2 او ضربات جزاء. اوعى يا عم، اوعى يا حبيبي.